فليلة القدر كما نعلم جميعا هي تتنقل بين الليالي الوترية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: انظروا إلى الليالي الوترية إذا وافقت ليلة الجمعة. الإمام الشافعي يقول لك عس على الليالي الوترية إذا وافقت ليلة الجمعة، غالبا ما تكون هي ليلة القدر. ولذا علينا أن نجتهد وأن نشمر وأن نجد وأن نشد المئزر كما كان يفعل حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وندعو ونثني بالدعاء دائما: اللهم لا تحرمنا فضل ليلة القدر، ولا تحرمنا أجر ليلة القدر، ولا تحرمنا كرامة ليلة القدر، واجعلنا من الفائزين بفضلها، ومن الفائزين بأجرها، ومن الفائزين بكرامتها يا أرحم الراحمين.